هذا الفيديو سجلته من أجل يوصل مسؤولين ومدراء البلديات بالعراق. شوفوا هذا المجمع، شوفوا شلون نظيف، شوفوا الوساخة بالقاع. شوفوا المجمع زين. هاي ناس، احنا ناس بسطاء ساكنين، ترى لا مدراء ولا ضباط ولا قادة. شوفوا هذا عامل البلدية شلون يشتغل بكل أمانة هنا زين. قاعد يقص الثيل شوية الزايد، الحشائش الزايدة زين، قاعد يشتغلون بيه بشغل بأمانة زين. أريد أوصل هاي الرسالة لمسؤولين البلديات، يعني ليش هالفوضى بالعراق؟ ليش؟ يعني ماكو واحد مسؤول يجي يحاسب؟ يعني أنت مدير تستلم راتب، خاف من الله زين. عندك عمال يشتغلون تحت إيدك، تعطيهم أوامر يا أخي، إذا مو أنت تعطيهم أوامر ينظفون بأمانة يشتغلون زين. أنا هاي شقتي شوفها هنا، شوف هاي هنا العامل قاعد هم يشتغل، يرتب هنا، يحط هاي خشب للمكان اللي يلعبون به الأطفال، هذا مكان للأطفال زين. ناس يشتغلون بأمانة الصبح ليل نهار زين. هذا مسبح هنا. أريد بس أسأل لمسؤولينا شنو شغلهم؟ يعني يستلم راتب وقاعد ببيته ويعتبر نفسه إنسان مثقف ونظيف؟ لا، أنا أقول عليه وسخ مو نظيف. هذا اللي يستلم راتب وعايف الناس عايشة بالزبالة زين. تروح للعراق هاي الأحياء الحلوة صايرة فوضى، شوارعها كلها طين وحجار وتراب، حتى ما مبلطة زين. حاويات للزبالة ما اكو. ليش؟ يعني انا ما اعرف شنو السبب. يعني هاي المليارات اللي يصرفها العراق ماكو حاوية للزبالة؟ ليش ماكو حاويات؟ الناس تذب الزبالة بالقاع ويجي الليل ويحرقوها، والدخان والذبان والبيق والوسخ. اريد بس اراويهم انا شوية، اسجلهم فد فيديو زين. هاي هنا المجمع مالته، شوفوا شلون نظيف، شوفوا الترتيب شلونه، هذا المزايا مالته، هذا المكان مال الزبالة الخاص شوفه شلونه زين. ما تشوف شي وسخ، ناس نظيفين، ناس مرتبين. ليش؟ لان اكو بلدية نظيفة زين. تجي هنا مثلا شوف النظافة هنا زين. شوف هاي هنا مكان الزبالة شلون نظيف. شوف هاي الماكينة، هاي كابسة، يعني العراق فلوسه كلها ما يعرف يستورد ماكينة مثل هذه. شوف هاي النظافة هنا، شوف هذا المكان، هذا الكراتين خاص طبعا زين. وهذه للزبالة، تذب زبالتك بيها زين. وهاي مفتاح عندك هنا حتى تقفل الباب زين. شوف هاي الزبالة، شوف شلون نظيفة، حتى مكان الزبالة نظيف. هسه اجوا تو فرغوه زين. تذب الزبالة وتدوس هاي، شوف اشتغلت. هاي كابسة راح تكبس الزبالة زين، على مود ما يزود والناس تذبه هنا بالقاع. يعني العراق ما يعرف يستورد حاوية مثل هاي بسيطة زين. هذه شغلة بسيطة صورتها لكم حتى يفهمون المسؤولين. شوف هسه هاي قامت تون، اذا اكو زبالة تكبسها على مود يصير مجال الشخص الثاني يخلي زبالته زين. هذا المجمع نظيف ومرتب زين، عمال يشتغلون. شراد لها زين، بس اريد اعرف الشراد لها. يعني احنا عمالنا يستلمون رواتب وموظفين الدولة تصرف عليهم آلاف الدولارات وخدمات ماكو، صفر. اريد اعرف شنو السر، شنو السبب. ماكو مسؤول، يعني المسؤول من خلى هذا مو عليه مسؤول زين. شنو انتم يعني يا اخوان؟ خلوا ضمير عندكم، ضمير عندكم. هاي الاحياء خايسه بالزبايل والطابوق والطين، شوارع ماكو زين. هذا مجمع بسيط يا اخوان، والله بسيط، يملكه شخص اردني زين او قايم بواجبه، واحنا هنا بامريكا وهاي الاحياء كلها نظيفه مرتبه حلوه. ليش احنا بالعراق ماكو هيك؟ بس اريد اعرف ليش. هاي حاوية مال زبالة بيها كابسة، تجي الناس كل من مفتاحها بيده يذب زبالته ويسد الباب تنكبس، يصير مجال للثاني على مود ما ينذب القاع الزبالة. من تنترس يخابرون، تجي الشركة سيارة خاصة بالمجمع هذا تاخذ الزبالة تذبها بالمكان المخصص، يحرقوها يدفنوها يشمروها بالبحر. بعد هاي مو شغلنا، المهم انشالت من المجمع زين. نريد العراق المدراء المسؤولين شوية يثقفون. إذا ما عندكم ثقافة دخلوا على الانترنت تشوفون أشياء ما شايف فيها وتعلموا زين، وخلوا العراق نظيف. استحوا على أنفسكم، العراق ما عايز فلوس. كل مجمع بالعراق وحي تخلوا لكم بماكينتين مثل هاي مال الحاويات الزبالة، تكبس الزبالة حتى ما تبقى الزبالة مطشرة بالشوارع
والذبان والدخان والجراثيم اللي تنصاب بها أطفالنا هناك. هاي نبذة بسيطة عن الوضع بالعراق، وما خفي أعظم. زين، بس احنا نريد نكشف المستور، خاف يقولون ما ندري أو ما نعرف. هذا الفيديو دليل حتى يشوفوه، لعله ينفع المسؤولين أو مدراء البلديات وعمالها. وشكرا.